Hello everyone, welcome back to our channel. النهاردة هنشارك معاكم سبوع ابننا. يلا بينا. تجهيزات اسبوع احنا بدأناها من قبلها بفترة. النيو بورن فوتو سيشن عملناه قبل الاسبوع بيومين تقريبا. اخترنا الاوتفيتس والكوستيومز واستلمنا الصور وكانت حلوة جدا، يمكن كمان كانت احسن من اللي كانت في خيالنا، عشان كنا عاوزين نستخدم الصور بتاعت سيف في جزء خاص بديكوريشن هتشوفوه كمان شوية. اول حاجه بقى نحطها في ليله الاسبوع ان احنا هنجهز السبع حبات. السبع حبات اللي معايا هم فاصوليا ولوبيا وحمص وذره وفول وعدس بجبه. اعتقد انا قلت السبع. احيانا بيتغيروا من مكان لمكان، بس هي عمته لما راحت وسالت العطار على السبع حبات اداها السبع دول، ومفروض ان هم بيرمزوا للخير وان يبقى البيبي يعني رزقه واسع. هنستخدمهم بقى مرتين. اول مره ان احنا هنحطهم في اركان سرير البيبي، تاني حاجه دول شويه خلطناهم بملح، ودول هتشوفوا بكره هنعمل فيهم ايه. تاني حاجه معانا الابريق والصينيه اللي فيها الميه والكوينز والشمع. الابريق بيتحط للولد والقله بتتحط للبنت. الشمعة مفروض عشان تبقى حياته على طول منوره وكلها ايجابيه. تحت بقى في ميه، والميه دي محطوط فيها كوينز. اللي بيجوا يزوروا البيبي ليله السبوع بيحطوا فيها كوينز. زمان كانت الناس بتحط فيها ذهب او عملات ذهبيه، وكل ده المفروض انه بيجمع وبيطلع لوجه الله. والميه دي المفروض انها بيتغسل بيها وش البيبي عشان يكون قدمه قدم خير ويكون وش سعد. في ناس بتحط مع الكوينز الفول، وفي ناس بتحط السبع حبات، كلها نوع من انواع هما زيادة الخير يعني، كلها يعني بترمز للخير. احنا حطينا الكوينز. صحينا بقى بدري عشان نقفل الهدايا. شنط الحلويات خلصت امبارح، ميرنا وماما ظبطوها، ودلوقتي الهدايا. الشوكولاتة والسبحة كل حاجة كانت كوستمايز باسم سيف. ده بقى شكل الديكوريشن البرزنتيشن بتاع الاكل اللي كان موجود يوم الاسبوع، بالهون بالابريق بكل حاجه. الكيكس كان برضو مطبوع عليها اسم سيف والشكل الولد الهندي اللي لابس كورتا. وتحت دي هفرجكم عليها قريب اللي هي الصور اللي احنا عملناها. وعلى الجنب كنا حاطين اكياس الحلويات والهدايا اللي هتتوزع على الناس بمناسبه الاسبوع. دي بقى الصور اللي احنا صورناها لسيف، حطيناها مع صوري وصور توفيق واحنا لسه اطفال. كمان كنا مشغلين الاغاني اللي ليها علاقه بالسبوع وبالاطفال، بس عشان الكوبي رايتس والملكيه يعني على اليوتيوب فانا كاتمه صوت الاغاني، فانتوا ممكن تتخيلوا بقى الاغاني في الخلفيه مع صورنا. من الحاجات اللي كان نفسي فيها ان احنا نوزع ميه زمزم على كل الناس اللي هتحضر الاسبوع، واللي تولى المهمه دي كانت اختي وبنات عمته. وزعوها على كل الناس وقالوا لهم ان هم يدعوا للسيف ويدعوا لنفسهم بكل اللي نفسهم فيه. وحقيقي دي كانت من اكتر الحاجات اللي عجبتني في اليوم ده. تعرفوا ان اصل السبع خطوات بيرجع لايام القدماء المصريين، وكانوا بيقولوا ان ايزيس بتعدي على المولود 7 مرات، كل مره كانت بتحصنه من نوع معين من انواع العقارب اللي كانت موجوده في مصر في الوقت ده. وحتى كمان دق الهون عاده مصريه قديمه، وكانوا مقتنعين ان هي بتبعد عنه الارواح الشريره، وكانوا فاكرين ان الطفل بيسمع في اليوم السابع، فكانوا بيدقوا عليه يقولوا له اسمه ويوصوه بوصايا معينه. ودي اللي احنا لسه بنعملها لما بنقول له اسمع كلام امك ما تسمعش كلام ابوك. فاكرين السبع حبات اللي كنا حاطين عليهم ملح؟ دول اللي اترشوا عليا وانا ماشيه انا والسيف، وده عشان كل خطوه ياخدوها تبقى خطوه رزق وخير عليه دايما.
ومفيش سبوع من غير الشمع. ومن تاني بنرجع لرقم 7 و7 لفات والشموع منورة عشان البيبي. شاركونا في الكومنتس ايه هي عادات السبوع اللي موجودة عندكم في بلدكم. في نفس الوقت بقى في الهند اتعملت العقيقة، اتوزعت الدعاوي والحلويات بالطريقة الهندية بقى، فاحنا احتفلنا مرتين، مرة بالطريقة المصرية والأسبوع المصري العادي بتاعنا، ومرة على الطريقة الهندية. وبس كده، ده كان فيديو النهاردة. لو عجبكم ما تنسوش تعملوا لنا لايك وسبسكرايب وتعملوا لنا فولو على انستجرام وتيك توك، وتقولوا لنا عايزين تشوفوا ايه المرة الجاية. ولحد ما نشوفكم، سلام.